في الفيديو ده هنعمل وجبة ملوكي بطعم البيوت المصرية الأصيلة. محشي الكرنب ملفوف بحب متشرب بتسبيكة حلوة تخلي كل لقمة تدوب في البق، ومعاه كفتة داوود باشا طرية في صوص الطماطم مع مكعبات البطاطس طعمها يحضن بعض بطريقة ولا أروع. أكلة تخلي الكل يطلب طبق تاني. يلا بينا نبتدي في الفيديو النهاردة. احنا حطينا المية تغلي وحطينا الكرنبة. انا جايبه كرنب بط، ودلوقتي بنبتدي نسلقها زي ما حضراتكم شايفين. بتطلع ورقه ورقه، احنا شلنا القلب اللي جوه اللي هو فيه يعني الجذع بتاع الكرنبه، ودلوقتي بنشيل الورقه. بنشيل الورق بعد السلق على طول، ما بنخلوش يتهري قوي ولا يبقى ايه ني قوي، يعني وسط شويه، يدبل شويه كده ويبقى وسط. نبتدي نشيله على طول علشان ما يتهريش مننا. الطريقه دي قربنا نخلص خلاص، لان الكرنبايه مش كبير قوي، وسط يعني. هنبتدي بقى نقطعه. الورق الصغير قوي والعروق الصغيرة قوي دي هنركنها عشان هنعمل بيها مخلل الكرنب، وحضراتكم هتشوفوا طريقته دلوقتي، بيبقى طعمه جميل وتحفة. اللي انا بحطه على جنب هناك دوت عشان المخلل. ناخد الورق الكبير وناخد الصغير خالص، والعروق الصغيرة خالص دي بنخليها للمخلل بتاع الكرنب. لازم نقطع الورق بتاعنا طبعا. كل واحدة من حضراتكم بتقطع يعني الورق بالحجم اللي هي عايزاه، اللي هي شايفاه مناسب ليها في الحشو. بالشكل ده على طول كده يعني. نقطع بسرعة علشان ان شاء الله نعمل الخلطة بتاعته. احنا مجهزين كل حاجة. البطاطس هنعمل كفتة داوود باشا مع مكعبات البطاطس. البطاطس خلاص مقطعينها مكعبات، واللحمة جاهزة علشان نعمل بيها الكفتة. وهنعمل ان شاء الله خلطة المحشي دلوقتي، وبعدين نجهز بقية الاكل بتاعنا ان شاء الله. طبعا كرنب البط بيتميز ان ورقته بتبقى سميكة شوية، بس فعلا بيبقى حلو يعني. لما بيتاكل بعد ما بيستوي بتحس انه بيدوب في بقك زي الزبدة كده يعني الورقة بتبقى ناعمة ودايبة في البق زي الزبدة بالظبط. انا بفضل كرنب البط عن الكرنب البلدي اللي هو الورقة بتبقى خفيفة جدا جدا ده. انا بفضل ده احسن. قربنا نخلص ان شاء الله ونجهز بقية الحاجات بتاعتنا. دلوقتي هنبتدي نعمل الخلطة بتاعت الحشو بتاع الكرنب. حطينا الزيت يسخن شوية، وبعد كده ننزل عليه بالبصل المبشور. مش هنخليه يتحمر على الآخر، ولكن بس يبقى لونه يعني أصفر كده فاتح شوية، وبعدين ننزل ببقية المكونات بتاعتنا إن شاء الله. نديله تقليبة تاني. خلاص أعتقد لونه كده كويس. ننزل ببقية المكونات بتاعتنا.
طماطم أنا مش عاملاها عصير، أنا بشرها مع 3 4 فصوص توم مدقوقين وواحدة مرقة دجاج، وأحط معلقتين صلصة، وبعدين لسه هنحط التوابل بتاعتنا إن شاء الله. نجيب بقى التوابل بتاعتنا، فلفل أسود وكمون و7 بهارات ورشة جوزة الطيب، النعناع والملح طبعًا وشوية شطة. طبعًا الأساسي في أي خلطة محشي هو النعناع، أساسي لازم تكون كميته كويسة عشان هو اللي بيدّي طعم مع التوابل طبعًا. أمّا بالنسبة لخلطة المحشي بتاعة الكرنب إحنا بنزوّد التوم بس، أمّا بقية خلطات المحشي سواء الورق العنب أو البتنجان، فلفل، كوسة، بقية الحاجات اللي بتتحشي ما بيتحطش عليها توم، لكن ورق لكن الكرنب بس هو اللي بنضيف له التوم على الخلطة بتاعته. وطبعًا بالنسبة لخلطة الورق العنب بنضيف السماق وممكن تحطي شوية دبس رمان. كده قلبنا الرز معانا بس يتشرب شوية كده، وبعد كده نحط الخضرة ونطفي إن شاء الله. خضرة أهي شبت وبقدونس وكزبرة. خلاص كده الخلطة بتاعتنا جاهزة على الحشو على طول إن شاء الله. نبتدي بقى نحشي على طول. أنا الطماطم بشرتها والقشر بتاع الطماطم أنا باحطه في الحلة من تحت. نبتدي بقى نلف الكرنب بتاعنا بالشكل ده ونرص في قلب الحلة بتاعتنا. وهكذا لغاية الحلة ما تخلص، وبعد كده بنسقي بالمية السخنة فيها مرقة دجاج، فيها مكعب مرقة دجاج مع مية سخنة، وتغطيه بطبق ونحطه على النار، وكده استوى خلاص المحشي بتاعنا. اهو نشيل بس الطبق اهو، بسم الله ما شاء الله زي الفل. دلوقتي هنعمل بقى المحشي كده خلص، نبتدي نعمل الكفتة بتاعتنا. بصل مبشور وحطيت عليه كمية اللحمة المناسبة ليكي حسب الكمية اللي انت عايزاها. حط عليها فلفل اسود، شوية باربيكا وشوية بهارات والملح، ونعجن كله في بعضه ونبدأ نعمله كور جاهزة نحطها في الحلة. نعجن كده كله في بعضه وبعد كده نبقى نشكل الكور بتاعتنا. الحلة فاضية اهي، نقعد نعمل الكور بتاعتنا. بعد ان شاء الله الكمية بتاعتنا بتاعت اللحمة بتخلص ونعملها الكور ده، بنحط الحلة على نار هادية خالص لغاية الكفتة ما تبدأ تنزل العصارة بتاعتها وتشربها عشان تبقى وحدة الكفتة مسكت نفسها. بعد كده بتبدأي تحطي عليها عصير الطماطم ومكعبات البطاطس لو انت حابة تعمليها بالبطاطس، ممكن تحطي على عصير الطماطم والملح والفلفل الاسود وخلاص على كده وتحدقيها وخلاص يبقى كده خلصت داود باشا. عايزة تضيفي بطاطس بقى يعني دي حاجة يعني زيادة يعني على حسب الرغبة. كده احنا خلاص قربنا نخلص. كده الكفتة بتاعتنا خلصت خلاص، شكلناها وزي ما قلت لحضرتك نحطها على النار نار هادية لغاية هي ما ايه ما تتشرب وتعمل علشان تبقى الواحدة ماسكة نفسها ما تتهرش. كده الكفتة خلاص اهي، وحطينا عليها البطاطس شايفين حضراتكم الكفتة والفكة والحاجة ومعاها مكعبات البطاطس. أول ما البطاطس تستوي تشيلي مكعب تلاقيه استوى خلاص اطفي عليه على طول، بس ما تغطيش الحلة على الآخر، يعني خلي الغطا مرتاح شوية لغاية ما تبرد علشان ما تفكش.
ده بقى ورق الكرنب حضراتكم اللي أنا قُلت عليه اللي هو الصغير خالص مع العروق الصغيرة، قطّعتها كده وحطيناها في حاجة، وهنبدأ ندق فصين 3 توم مع كمون وملح وشطة، ونحط عليهم شوية خل، ونقلّب المزيج ده كله مع بعضه، ونروح حاطينه فوق الكرنب المتقطّع بتاعنا ده، ونقلّب. أحلى مخلل كرنب، طعمه تحفة، بيفتح النِفس بدرجة رهيبة جنب المحشي بتاعنا وجنب الكفتة. كده يبقى الأكل بتاعنا خلص، وأتمنى الأكل يعجبكم، وما تنسوش الاشتراك واللايك. مع ألف